ما احلى لونهم هدول الزرق. بيقولوا اليونان مشهوره بالزيتون، ما شاء الله كل انواع الزيتون. اليوم نساوي قهوة بحليب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم. معي أنا أم كرم. فيديو اليوم هو عبارة عن يومين كتير حلو مميز. الفيديو في كتير شغلات حلوة كمان. رح نعمل أكلة يبرق، ورح نطلع على الحديقة، وتاني يوم كمان رح نطلع على المدينة. بالمدينة في عاملين سوق كرفانات هيك كل فترة والتانية هن أو كل سنة تقريبا بيفتحوه عنا بالمدينة. اللي هو بيعملوا أكلات من كذا دولة، يعني بيجوا بيفتحوا هيك كرفانات وببيعوا فيها الأكل، يعني ببيعوا الأكلات اللي هن مشهورين فيها، يعني وكل دولة شو الأكلة المشهورة فيها ببيعوها. يعني هو سوق يعني ماله كتير كبير، بس يعني حاطين فيه يعني يمكن شي 10 كرفانات هيك، وبيفتحوا يعني هذا السوق. العالم يعني بتروح وبتغير جو. يعني لهيك تابعوا الفيديو للآخر واعطوني رأيكم بالتعليقات. وهلأ بنقول بسم الله بنبلش الفيديو. واليوم حبيت ساوي قهوة بحليب. ما بعرف إذا بتعرفوها لهي الشربة، بس كتير عالم عنا بسوريا بيحبوها وبيشربوها. اللي هو أول شي بنغلي الحليب، وبعدين بنحط له القهوة. ما بنحط قهوة كتير، يعني ما بنكتر كتير قهوة. يعني مثلا شفتوا أنا هاي الكمية اللي عملتها حطيت لها بس معلقتين قهوة، وبستناها لتغلي وبعبيها بالفنجان. وكمان ما بنسى اني احط لها سكر. وهي يعني بترجع حسب الرغبة، يعني في عالم تحبها حلو وعالم لا، يعني انتوا على حسب الرغبة. بنصحكم تجربوها طيبة. وعملت كمان للولاد كاكاو بالحليب او مثل شوكولا بالحليب، هيك شي يعني، وحطيت لهم اياها مع الحليب. يعني بما انه اليوم السبت، فهو عنا نحن يوم السبت هو يوم الحلوى، يعني بياكلوا فيه حلوى وحلويات وهيك شغلات. طيب حبيتها. ايه. شو طعمتها؟ على شوكولا أو كاكاو. وبعد ما شربنا القهوة طبعا فطرنا، وبعد منها بقى قلت لحالي بدي وقف اجلي. فانا بحب لما بدي اجلي اني رتب هيك الجليات. يعني اول شي مثلا بحب اجلي الكاسات، بعدين الصحون، واخر شي بخلي الزفر والزنخة. يعني مثلا مثل مقلاية البيض، صحن البيض، يعني بهالطريقة ما بيأزنخ الجلي كلياته. وبنفس الوقت كمان ما بحب حط الشي الزنخ هيك حطه بقلب المجلة. كمان بحس انه كمان المجلة بتتزنخ، يعني هيك بتطلع ريحتها مو حلوة. لهيك كمان بحب بعد كل جلية اني نظف المجلة وليفها. وهلا كمان بعد ما خلصت الجليات وتلييف المجلة وتنظيفها، فهون قلت لحالي هيك بطلع على الشباك، لقيت ما شاء الله الجو كتير حلو برا والشمس طالعة، يعني حلو عن جد، خرج طلعة. فقلت لهم للولاد يلا بنطلع هيك، كل واحد شو بيحب، السكوتر مسكلات، وبنحمل حالنا وبنطلع. يعني بنطلع تمشاية. هون عنا كتير بيهتموا بانه طرقات، انه يكون موجود طرقات للتمشاية يعني والمشاة، يعني اللي بيحب يطلع يتمشى. فهون مقابل بيتي أنا في طريق للتمشاية كتير بحبه، كتير بحب إني طلع الأولاد يتمشوا فيه، يعني بعيد عن السيارات، يعني بياخدوا راحة الأولاد، بيلعبوا بينبسطوا يعني. والله ساعة عم تروح الشمس، ساعة عم تطلع الشمس، عم يصير في شوية هوا. شوفوا ما شاء الله ما أحلى منظر السما، ما أحلى عن جد. هون الجو الواحد بينخدع فيه. يعني انا طلعت من الشباك لقيت الشمس طالعة ما شاء الله، عن جد ما احلاها، بتاخد العقل. فقلت لحالي بنطلع. طلعنا عن جد. ويعني الهواء كتير قوي كان، يعني في يعني الهواء بارد، يعني على قد ما له قوي عن جد بارد.
يعني صحيح الشمس طالعة وحد الشمس، والشمس بتحرق ترى، يعني إذا بنقعد بوش الشمس بتحرق، يعني بتسمر يعني. وبنفس الوقت الهواء بارد، يعني عن جد ما بتفهموا على الجو هون شلون بالضبط، يعني يا هالشوب يا بارد ما في، لا هون بيختلطوا اثنين سوا. تعي هربيا، تعالوا هربون للبطاط. شوفوا ما شاء الله ما أحلاهن كبار هدول. هلا هون مجهزة اليبرقات من امبارح، انا ساويتهم ولفيتهم وجهزتهم. هلا بقى بدي صفهم بهالطنجرة ونطبخ اكلة يبرق. هلا حطيت اللحمة تحت بالسفل ورح بلش بقى صف اليبرقات. هلا انا بحب اطبخ اليبرق بالتتقيل، يعني حط عليه تتقيله وتقله مشان ما يفرط. في عالم بتحب تلفه لف بخيط، يعني كل تقريبا 10 يبرقات تلفهم بخيط وبتحطه هيك بدون تتقيله بدون شي مشان ما يفرط. بس انا ما حبيت هالطريقه بصراحه، حسيت هي ازبط، يعني التتقيل ازبط. وهون زاد عند مني حشوة الرز من إلا صرنا نحنا، فحطيتها هيك بشقفة قماشة وحطيتها مع اليبرقات وبتقلها مع منهم، يعني تنطبخ مع منهم. هلا تقلته، حطيت صحن اول شي وبعد منها هي. وهون انا مجهزه المي تبعهم، حطيت لها حمض وملح، ورح كمل كمان مي عاديه. بسم الله. هلا بلشت تغلي، بس تبلش تغلي بنوص عليها شوي الغاز، مو كتير بنوص شوي. انا بفضل اطبخها بطنجره هيك عاديه احسن من الضغط، بصراحه ما بحبها. وهلا خلص اليبرق، رح صفي المرقه اول شي وبعد منه رح طلع اليبرقات. فات المرقات وهلا بقى رح بلش صفهم بالصحن لليبرقات. هلا فضيتهم كلياتهم بالصحن. هلا انا مالي من جماعة اقلب الطنجرة، فاضطريت اني فضيهم وحدة وحدة، يعني بصراحة ما بعرف اقلب الطنجرة، قلب بخاف منه يعني. شوفوا ما شاء الله والله شي بشهي. هلا انا طبخت اليبرق على الغاز، اكل تقريبا مع مني وقت على الغاز بحدود الساعتين وربع تقريبا هيك شي. طبعا شقيت عليه على الساعة وربع، ساعة ونص شقيت عليه، حسيته لسه بده فتركته كملت عليه للساعتين ونص، ساعتين وربع وطالعته. عن جد ما شاء الله ما احلاها، يعني بتحسوا اليبرة فرط على قد ما مستوية، يعني جد يعني بحسها افضل انا من طنجرة الضغط، بصراحة ما بحب استعملها ابدا. وهلا بدي ساوي فتة اليبرق، عن جد طيبة كتير كتير، بنصحكم تجربوها اذا ما بتعرفوها، لانه في كتير عالم ما بتعرفها بصراحة، فعن جد طيبة كتير بنصحكم تجربوها. اول شي فتيت خبز وسقيته بمرقة اليبرق، وبعد منها فتحت هاي الصرة وحطيت منها شوية رز، واخر شي بعد ما احط الرز بحط اللبن. اللبن بكون مجهزته كمان، حاطط له طحينة وتوم وملح وشوية حمض، بحركهم كلياتهم مع بعض وبحطهم فوق الرزات، واخر شي رشة فلفل. وفيكم كمان تحطوا عليها سمنة، او يعني فيكم ما تحطوا. هلا انا بالنسبة لي ما رح احط يعني سمنة هالمرة، بس فيكم انتو تحطوا لها سمنة، يعني تطشوا هيك فوق منها سمنة او دهنة، يعني انتو حسب ما بتحبوا. عن جد كتير كتير طيبة هالاكلة ومميزة، عن جد طعمتها كتير لذيذة. ما شاء الله الجو بالحديقة حلو كتير، شوفوا هالوردات ما أحلاهم، هلا ببلشوا يزرعوا هيك. هي هدون، في هدون كمان ما أحلاهم، ما أحلى لونهم هدون الزرق، كتير حلوين والله. بس يشوفوا حدا عم ياكل دغري فورا بيجوا هدون العصافير. هلا كمان سوقت كم غرض
بقيالي كمان كم غرض تانيات حجيبهم وخالصة. كيف غلط يعني؟ ناخد ربطتين خبز. والله انت ليش؟ لا أنا فريزة. هيك مبينين. إمي إيدك من هون. عم تقول بدوق؟ لا عم تقول بدوق. ذكر مو بدوق. بدوق يعني. هلا مثل ما شفتوا باليوم الثاني اول شيء اخذتهم هيك على حديقة، بما يعني الحمد لله كان الجو ظابط، يعني ظبط معنا هالمرة. فاخذتهم اول شيء على الحديقة اللي بالمدينة ولعبوا هنيك صغير، وجو عن جد انبسطوا. بتلاقوا هدول العصافير على قد ما لهم جوعانين هون عن جد، بس يشوفوا حدا عم ياكل فورا بيجوا لعند منه وهيك بيتكوشوا عليه، بتصيروا بيلموا الاكل من الهي، وحتى في بعضهم منهم بيسحبوا الاكل من ايد الواحد. وبعد ما خلصنا هيك دورتنا بالحديقة، فهون انا كان لازمني كم غرض، يعني عملت لكم هيك جولة بسيطة جدا يعني كتير صغيرة، فهيك جبت انا كم غرض كانوا لازميني. وبعد منها هلا بدي اروح اخذ هون بقلب المدينة، عاملين مثل ما قلت لكم باول الفيديو عاملين كرفانات اكل، فحنروح ونشوف شو الموجود هونيك. هلا هون نحن هون بقلب السنتروم هيك. هلا نشوف شو عاملين هون. كل فترة والتانية بيفتحوا هيك شي. هدول بيجوا هيك من كل الدول ويساووا هيك بيفردوا اكل وهيك شغلات. كل وحدة خاصة ببلد، يعني هي لأمريكا هديك بريطانيا. ما في عالم بتحب هذا الأكل. شو هاد كأنه فلا لا كريسبي، هذا هيك شي كلاتها هي هيك. والله ما بعرف شو هالإعلام هاي، اللي بيعرف شو هالإعلام يكتب لنا بهالتعليقات. ما بعرف هي لأي دولة. هي هون أنواع الجبنة. هي هلا هي هذا هون اليوناني، نشوف شو عنده هون. حلو كأنه حلو عربي، والله بيشبه الحلو العربي. بيقولوا اليونان مشهورة بالزيتون، ما شاء الله كل أنواع الزيتون. فاضلين تقريبا بحدود 10 ل 12 كرفانة بالسوق، وكل دولة مع العلم تبعها فوق الكرفانة مشان الواحد يعرف هي كل كرفانة لأي دولة. هي هلا هون كمان في هيك ألعاب حاطينه بقلب السنترم. شو رأيكم تلعبوا هون شوي؟ يلا هي حاطينه بالأرض. والله إن شاء الله والله الجو حلو، بس في شوية برد هيك، قرصة خفيفة يعني. الشمس طالعة بس في شوية هواء. ما أحلاهم هالوردة. والله حلوين. والله حلوين. ما هلا اخر شي بعد ما خلصنا طبعا كمان درنا شوي بقلب السنتروم، هدول اللي بيجوا هيك حارات حلوة يعني وبقلب منها محلات، درنا شوي كمان هونيك وغيرنا جو. عن جد الجو كان حلو، فيه هوا خفيف بس يعني مقبول جدا، يعني بتلاقوا عالم لابسة صيفي وعالم لابسة شتوي، يعني لسه الجو مختلط يعني. وكمان يعني صار الوقت اخر العصريات، فبلشت هيك تغيب الشمس، فطبيعي يصير شوية برد وشوية هوا كمان. فخلصنا جولتنا ورجعنا على البيت قبل ما يصير الدنيا ليل. ولهون كمان بكون خلص فيديو لليوم. بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، حبيتوا الشغلات اللي صارت بهذا الفيديو كمان. ودائما بحب اذكركم واقولكم اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا ما لكم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. حطوا لي لايك كمان وكتبوا لي تعليقات حلوة ولطيفة. استنوني بفيديوهات جديدة، وبشكر الجميع على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.